الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة ومصر ومؤسساتها وأهلها بخير، ودايما إن شاء الله في أمن وأمان. في البداية بنرحب بالمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، ونرحب بكل السادة الحضور والإخوة الصحفيين والإعلاميين. الحقيقة النهارده يوم من الأيام السعيدة بالنسبة لينا كلنا كأهلاوية. الحمد لله يوم بيبين قيمة وقدر النادي الأهلي وتاريخه وشعبيته الكبيرة. يوم يخليك دايما تعتز بناديك وتفخر بيه، لأنه نادي تأسس على الوطنية وعلى مبادئ وقيم تتوارثها الأجيال. تعتز وتفخر بناديك لأنه أحد أندية القمة في العالم الأكثر تتويجا بالبطولات والإنجازات الرياضية، ولأنه دايما رائد في كل شيء. الحمد لله رب العالمين. زي ما كلكم عارفين، أول ظهور للرعاة في مصر كان على ملابس النادي الأهلي، والكلام ده كان في أواخر السبعينات. من الوقت ده بدأت مجالس إدارات النادي مجلس ورا مجلس يفكروا إزاي نطور أنفسنا، وإزاي بالذات في مجال التعاون، وإزاي نراعي قيمة المردود للنادي الأهلي، وبالتالي قيمة النادي الأهلي وشعبيته وبلده. إزاي بنجتهد لنكون عنصر جذب للرعاة ونحافظ لهم. إحنا لنا كمان دور مع الرعاة، إزاي نحافظ لهم على أفضل فرص استثمارية ونوفر لهم مزايا وفوائد تحقق أهدافنا وأهدافهم. النادي الأهلي يا جماعة والحمد لله رب العالمين بيملك شعبية وجماهيرية تقريبا كده أعتقد مفيش نادي يتمتع بيها زي النادي الأهلي. النادي الأهلي كمان أحد الأندية، وهو من الخمسة الأوائل في العالم المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، وكمان بيملك محتوى رقمي بيضمن للرعاة الظهور بمعدلات كبيرة جدا على المنصات الإعلامية. هو ده النادي الأهلي. علشان كده فطبيعي جدا جدا أن تكون الهدف الأول والرئيسي لكل الرعاة لقيمة وتاريخ وشعبية الأهلي. والمهم كمان وانت تتعاقد مع الكيانات والمؤسسات الكبيرة، وكمان بتتعاقد بالقيمة التي تعكس عراقة النادي الأهلي اللي مر على إنشاؤه أكثر من 115 سنة، وبطولاته اللي وصلت ل 144 بطولة محلية وقارية ودولية. هي دي قيمة نادي القرن في أفريقيا. النهارده احنا بنتعاقد مع واحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط، شركة اتصالات مصر، اللي هتكون إن شاء الله الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات جاية بإذن الله. لو اتكلمنا عن علاقة مميزة اللي بتربطنا بشركة اتصالات، الحقيقة العلاقة دي بدأت من سنين طويلة زي ما شفنا وزي ما شفتوا حضراتكم في الفيديو اللي اتعرض من شوية، وكانت شراكة ناجحة بيننا، وبإذن الله سنسعى سويا لنجاحات إن شاء الله، نجاحات أخرى. وإحنا والشركة سعداء بهذه الشراكة وسعداء بهذا التعاون. إن شاء الله يكون تعاون مثمر
للنادي وللشركة. مش عايز أنسى أشكر الشركة المتحدة للتسويق الرياضي اللي هي المسوق الحصري لحقوق رعاية النادي الأهلي. وعايز أشكر المهندس سيف الوزير وكل الإخوة القائمين على هذه الشركة الوطنية. وبعد الشكر لله سبحانه وتعالى، الشكر واجب وضروري للشريك الأساسي لكل إنجازات ونجاحات الأهلي. الشكر لجمهور الأهلي، جمهور الوفد، السند والداعم دايما لناديه وفي كل المواقف. وأتمنى من جمهورنا يكون داعم أيضا، يكون داعم برضه لكل شركاء النادي ورعاة النادي، علشان كلنا بنسعى لهدف واحد وهو مصلحة الأهلي. ونجاح شركاء النادي جزء أساسي من نجاح النادي نفسه. في النهاية عايز أقول حاجة مهمة جدا. الشراكة اللي بنعلن عنها النهارده هي شراكة بتؤكد إن مصر ومؤسساتها قادرة على جذب الاستثمارات الكبيرة وقادرة كمان على النجاح. وهنا مش عايز لازم كلنا نكون فخورين جدا ببلدنا، لأن اللي حصل في مؤتمر المناخ 27 ده كان حديث العالم كله، وأعتقد إن نجاحاته في كل الأمور وصلت للعالم كله. وكمان دور الدولة اللي بتقف دايما وبتساند كل المؤسسات الناجحة، وده أكيد هيدفعنا وهيخلينا نشتغل أكتر وأكتر في اللي جاي. المهم إننا كلنا نكون مع بلدنا ومع مؤسساتها الوطنية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. علشان بإذن الله نتخطى كل التحديات اللي جاية. في النهاية أشكر حضراتكم وأشكر كل الحضور، أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للكابتن محمود الخطيب على هذه الكلمة الضافية. أصدق الكلام دائما هو ما خرج من القلب إلى القلب. العمل